السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفة جديدة من وصفات مطبخ عائشة العافية. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو نتوما في اتم الصحة والعافية ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم وصفة ديال الرز بالدجاج مفور او مبخر في الكسكاس، كيجي غزال، كيجي حبة على ختا، مذاق رائع وكيوجد بسرعة. صراحة كيستحق التجربة، غيجربوه ما غاديش تندموا. فتابعوا معايا الفيديو من الاول للاخر. اللي كيزور القناه لاول مره ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد الفيديوهات. ومباشره ندوزو للمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. غادي نحتاج واحد الكميه ديال الدجاج. بالنسبه للدجاج انا استعملت هنايا الفخوذه، ممكن تستعملوا اي جزء من الدجاج، يعني ممكن تستعملوا الصدره، اي حاجه عندكم. انا هنا من بعد ما نقيتهم مزيان وغسلتهم وسقطرتهم دابا غادي نشرملهم. هنا بالنسبه للتوابل اللي غادي نضيف مع الدجاج، عندي هنا شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، وشويه ديال القزبر يابس، وشويه ديال البودره ديال الثومه، والملح كيبقى حسب الذوق. غادي نعملو شويه شويه من الحاجه. المهم من بعد ما غادي نضيف هاد التوابل غادي نزيد واحد جوج دريسات ديال الثومه محكوكين عفوا. وغادي نزيد نصف الكميه ديال المعدنوس مقطع رقيق، وغادي نحتفظ بالكميه اللي بقات لي. غادي نزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون وزيت نباتيه مخلطين. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه حاره، ممكن تضيفوها ممكن تستغناو عليها، كيبقى حسب الرغبه ديالكم. هي صراحه ما كتعطيش داك الحراره، يعني ما كتجيش حاره، ولكن كتعطي واحد البنه في هاد الدجاج. صافي غادي نشرمل داك الدجاج مزيان مزيان، ومن بعد غادي نستفهم في واحد الكسكاس اللي غادي نفورهم فيه. بالنسبه في هذه المرحله انا عندي البرمه ديال الماء على النار، كنخليها حتى تسخن مزيان. ملي غادي نشرمل داك الدجاج ممكن تشرملوه على بكري وتخليوه حتى تشرب داك الشرموله اللي ضفتو له، غيجي احسن. ولكن الا كنتو مزروبين ممكن تضيفوه مباشره. انا هنايا مباشره ضفتوه في الكسكاس، ومن بعد عملته على البرمه كما كتشوفوا كان فيها الماء كيسخن، غطيتهم خليت داك الدجاج يطيب لي نصف الطيبه. هنا في نفس الاناء اللي شرملت فيه داك الدجاج غادي نزيد شويه ديال الزيت، وغادي نزيد نفس التوابل اللي ضفت مع الدجاج غادي نضيفهم في هذا مع الروز. من بعد ضفت واحد الدريس ديال الثومه محكوك، وضفت الكميه اللي بقات لي ديال المعدنوس. وهنا انا زديت واحد الضويمه ديال البقري، أه حكيتها، ممكن تضيفوها ممكن تستغناو عليها، غير هي كتعطي مذاق حتى هي. المهم حسب الرغبه ديالكم. صافي انا ضفت هنايا واحد الكميه ديال الرز، الكميه كتعملوا حسب الرغبه ديالكم نتوما. عملت الرز اللي سلقته نصف الطياب، يعني ما خليتوش يطيب مره، غير سلقته طلع الغليه وطفيت عليه، صفيته وغسلته بالماء بارد. ومن بعد زديته في زدت عليه على هاد الشرموله اللي ضفت. ومن بعد زديت عليه الخضره كتقدروا تعملوا الخضره اللي عندكم واللي بغيتوها. انا عملت فقط غير الفلفله حمراء والفلفله خضراء وشويه ديال خيزو مقطع مربعات صغارين، واللوبيه خضراء حتى هي مقطعه مربعات صغارين. صافي قطعتهم صغيورين وزدتهم مع ديك الروز وشرملتهم مزيان مزيان. من بعد ما طاب لي الدجاج نصف طياب كما كتشوفوا، غادي نجربوا بواحد السكين الا كان بحال هذا الشكل هذا، يعني دخل فيه الطياب. هنا في هذه المرحله غادي نضيف داك الروز اللي عندي، غادي نفرغ الكميه ديال الروز اللي عندي من الفوق كامله. ومن بعد غادي نرد الكسكاس ديالي على البرمه وغادي نخليه يطيب يكمل الطياب ديالو. هو الصراحه ما كديش الوقت بزاف، يعني ما فايتاش واحد 4 ساعات ولا 3 ساعات كيكون طايب، كيكون زبده، يعني داك الدجاج كيكون طايب زبده، وحتى الروز كيكون طايب ومفرك، يعني ما كيتعجنش تماما كما شفتوا معايا. هذا هو الرز هنايا من بعد ما طاب. انا هنايا طفيت عليه وخليته واحد 10 دقائق يرتاح، وعاد غادي نقلبوه في طبق التقديم كما كتشوفوا معايا راه طايب وحبه على خطر ما كيتعجنش تماما. صافي هنايا كما كتشوفوا من بعد ما دزت تقريبا واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه. المهم خديت الطبق ديال التقديم وغادي نقلبو فيه بهذا الشكل هذا. كيجي غزال وكيوجد بسرعه، تقدروا تحضروه كوجبه غداء او عشاء، يعني ما غاديش تندموا عليه تماما، وساهل ومكونات بسيطه جدا. فكما كتشوفوا معايا انا زينته هنايا بشويه ديال المعدنوس من الفوق، يعني غير كتزيين وصافي. وهذا هو الطبق ديالنا، كيجي رائع. الدجاج كيجي طايب زبده، الروز كيجي طايب مذاق رائع فيه لذيذ بزاف، وفي نفس الوقت ما معجن ما والو.
ولهنايا وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، خليو لي الراي ديالكم في التعاليق لان الرأي ديالكم كيهمني بزاف. واللي كيزور القناة لأول مرة ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد الفيديوهات. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.